السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا سعداء. النهارده طبعا انا طالعه حلقة جديدة خالص، حلقة مختلفة غير كل الحلقات. طبعا انا مش هفسر فيها احلام، بس انا النهارده طالعه علشان اقول لكل ام كل سنه وانتي طيبه بمناسبه الاسراء والمعراج. واول ام بالنسبه لي هي حماتي الحاجه الكبيره، بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما بمناسبه الاسراء والمعراج النهارده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيب. كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي لنا يا ماما يا رب. ربنا يخليكي لنا يا حبيبتي. طبعا انا عايزه اقول لكل واحده خلي بالك من حماتك، لان هي الحمايه ليكي، وفعلا كلمه حما هي جايه من الحمايه. وعايزه اقول لكم كمان ان بجد اي واحده مزعله حماتها او مخاصماها او في مشاكل ما بينها وما بين حماتها يا ريت تروح تصالحها بمناسبه. هي كبيره، هي الكبيره هي اللي تصلح. يعني هي المفروض الكبيره هي زي بعض يا ماما تروح لها، زي بعض زي ما ماما بتقول. يعني المفروض ان الحما هي اللي تروح لمرات ابنها تصالحها، بس انا بقول يلا زي بعضه. المفروض ان عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الرسول روحي صالحي حماتك، قولي لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه الاسراء والمعراج، واعمليها يعني مناسبه يعني وحجه وكده. حاولي انت ما تزعليهاش، صدقيني لو حصلت مشكله بسيطه قوي ما بينك وما بين جوزك هي اللي هتقف لك، هي مش اهلك خالص. طالما هي بتحبك هي اللي هتقف له، وهي اللي هتاخد لك حقك دايما منه. يعني انتوا كنتوا كتير قوي عايزين نتكلم في حاجات كتيره زي يعني ان انا اتعامل ازاي مع حماتي ومع اهل جوزي وكده. انا قلت ان انا اطلع النهارده نموذج بسيط كده يا حبايبي. مش عارفه بقى. طبعا عايزه اقول لماما تقولي ايه يا ماما للامهات اللي هم الحموات اللي دايما بيزعلوا مرات ابنها وبتضربها وبتشتمها وبتطردها وبتعمل مشكله ما بينها وما بين مرات ابنها. ليه؟ هو ما بينها وما بين مرات ابنها ايه؟ هي متجوزه امه ولا متجوزه هو؟ هي متجوزه امه ولا هو؟ هي تراضيها وتنها واقفه وهي مرات ابنها عشان تحبها، لكن ما تزعلهاش ولا مرات ابنها تزعل. ليه تزعلها ليه؟ هي بتقول لها حاجه؟ هي متجوزاها هو ولا متجوزه حماتها؟ لا، حماتها ملهاش دعوه بيه، عشان هم حرين سوا يعملوا اللي يعملوه، تشيل تحط تعمل ما تعملش ملهاش دعوه. جوزها اللي يقول لها اعملي وما تعمليش. هي متجوزاها هو، مش متجوزه وكمان اي واحده ست كبيره ام يعني لما تعكنن على مرات ابنها، اكيد اول حاجه مرات ابنها هتعملها انها تعكنن على ابنك. وانت طبعا يعني ما يرضيكيش ان يكون ابنك نايم متضايق او نايم زعلان او متعكنن بسبب ان انت ومرات ابنك اتشكلتوا سوا باي موضوع هايف او بسيط او كبير او صغير. كل واحد في حاله، يا ريت تعتبري كده يعني. وانا برضك بقول يعني للزوجة عامة، يعني بسيبك يوم من الايام تبقي حما، وحاولي ان انت تطولي بالك على حماتك زي بعضه. احيانا كتير بيكونوا هما تعبانين وبيكونوا زعلانين، وبالذات ان الحما كمان دايما بتفكر ان هي انت خلاص خدتي منها حته من قلبها، فدايما بتحس بقى بتتضايق وبتغير شويه. طبعا في حموات كتير بتغير وبتتضايق من كده يعني. لا والله لو خدت بالها منها هتشيل حمله، لكن مش واخده بالها منه هتسيب عليها. يعني لكن هي شايله حمل عننا. ايوه تبني شايله حمل عننا. فانا طبعا حبيت ان انا اطلع معاكم الحلقه دي، يا رب بجد تكون الحلقه عجبتكم. طبعا لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي لايك على طول يا حبايبي، وشير واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني. طبعا لو انتوا عايزين حلقات من دي كتير جدا جدا ما فيش مشكله، انا ممكن اعمل لكم حلقات كتيره، ممكن كمان اعمل لكم حلقه كمان مع اخت جوزي برضك احنا كويسين. طبعا باسلوبك انت اللي تخلي هم يحبوكي ولا لا. لو انت اسلوبك وحش محدش هيحبك خالص. طبعا ممكن واحده تقول لي لا الا بقى اخت جوزي، لا ولا الا حماتي، لا والله بجد هم المعامله هي المعامله هي اللي بتعمل كل حاجه. فعلا هي المعامله. يعني انا حماتي صعبه بصراحه، بس هي المعامله ان انا خليتها انها تحبني وانا حبيتها. حاولت ان انا صعبه ولا ليه؟ حاضر عاجب من ساعه ما تيجي صعبه. حاضر
عملت لك حاجه من سباجيتي؟ هنقلب على بعض اهو. لا كلمة بقى لا اقول لها حاضر وطيب ونعم وكده. هي طبعا لازم تحترمني وانا بحترمها، لان طول ما احنا كويسين مع بعض خلاص، وكلمتها هي اللي بتمشي طبعا بكل، يعني هي بتمشي كلمتها، الكلمة اللي هي الحكمة مش اي كلام هي بتقوله. واحب ان انا اسمع منها النصيحة جدا، لانها هي طبعا كبيرة ليا. وحاولي انت تسمعي كلام حماتك وتسمعي نصيحتها، وحاولي ان انت يعني تضحكي عليها من الاخر، يعني حاضر وطيب ونعم. كلمة حاضر بتريح. هي بتقولك يعني كلمة هي بتقول كل ما نكبر كل ما نصغر. فعلا اي حاجه بتفرح الكبير. ايوه الكلمه دي حماتي تقولها، لكن في حما تانية تزعل تقولك لا يعني ايه الكلمه دي، ما حدش يقول الكلمه دي، انا كبيره على طول عمري كبيره. لكن لا طبعا التواضع لله. يعني المفروض ان احنا نكون فاهمين الكلام ده كويس جدا. حاولي ان انت تتفهمي شويه، وحاولي ان انت يعني تتعاملي بما يرضي الله، ومشي امورك عشان خاطر جوزك وعشان خاطر البيت. لان بجد نسبه الطلاق فظيعه قوي قوي في مصر، معديه يعني ارقام بجد مهوله جدا. تيجي تتكلمي مع واحده ايه السبب، اصل حماتي، اصل اخت جوزي، اصل حماتي، اصل اخت جوزي، على طول الكلمه دي على طول بتتردد معايا. وبالذات لما اجي بفسر الاحلام بلاقي دايما الرموز بتبقى فيها الزوجه، او يعني الاخت الزوج، او الحما، هي دايما اللي عامله المشكله، او اللي بتبقى يعني بتبقى دايما هي اللي مقومه الدنيا. لا انا عايزه اقول يعني بالراحه كده، وهدوا الدنيا، والدنيا ان شاء الله باذن الله هتبقى جميله وهتبقى خير. وانا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين للمره الثانيه. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب كده، كل سنه وانتم طيبين بامن وسلام وحب يا رب كده، واستقرار للبلاد باذن الله. يا رب اللهم امين يا مصر، يا رب ينصرك يا مصر على من يعاديك. انا تعبت عفا سيدنا النبي يسعد. حماتي دايما تقعد تدعي على طول يا مصر على طول، ينصرك يا مصر. دي كلمه على طول في حماتي، دي كلمه على طول حماتي دايما بترددها الصبح وليل. سبحان الله سبحان الله سبحان من خلق الدولة والنخل تنسى ضل فيهم النبي الحبيب. والله يا نخلة وش عطاك الجريد؟ قالت له الله ما يريد. الله وش عطاك الخوص؟ قالت له الملك القدوس. الله وش عطاك اللي في الابيض؟ قالت له الملك المعز. فاطمة قالت له يا حلاوة يا رسول الله، شوف الطير الاخضر اللي بيسجد تحت عرش الله. لا يا فاطمة اتعلمي وعلميه واقصد الثواب فيه. قالها 3 يوم الاثنين أكل نظر الحسن والحسين. قالها 3 يوم الثلاث ومهبل في أمر الملاك. قالها 3 يوم الخميس ومهبل في أمر المنين. قالها 3 يوم الجمعة إنه هبل من كل صلاة 2000 ركعة. قالها 3 في رجب ما جشش في جسده عجب. قالها 3 في شعبان ما جشش في جسده نار. قالها 3 في رمضان أكل صام من عام للعام. وإلى لها 3 ليلة العيد خش الجنة بلا مواعيد. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. تيجي تفتح الشباك يا هين تقولي فتحنا شباكنا بالصلاة على النبي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. قصدنا باب الكريم ما قصدناش باب البخيل يا رب العالمين. طلع النهار وشفته وحمدت ربي وشكرت. وهي فضيلة بنت تغفر لي الذنوب اللي عملت. اللهم صل على النبي والشمس غيب. يا رب انا مذنبه طيب، طالبه منك 4 حاجات ما تطلعنيش من الخير. العافيه على البال والنور في النظر والرزق بالعجل والتوبه والمغفره قبل من دي الاجر. اللهم صل على النبي 1000 آلاف، 1000 للطاعه و1000 للشفاعه و1000 لوقفه الساعه. اللهم صل على النبي والفرد التوميه محلك يا رسول الله من على الملك هديه. يا حاكم على الملك كله نور لي قلبي ولا تضل. يكفيني شر الشيطان، لا يقول لي وانا اقول له. قال لي على حاجه هيشن على حاجه وحشه، وان قلت له هيشن على حاجه وحشه. وابعد الشيطان عنك خلاص. ما تتابعش الشيطان يا هين. شكرا لكم يا حبايبي. وانا عايزه اقول لكم ان انا النهارده كنت مبسوطه قوي قوي معاكم. مبسوطه جدا ان حماتي النهارده طلعت معايا في القناه، وان شاء الله باذن الله